حاسه ان انا وحشتكم. ما هو غيبه طويله من اللي انا غبتها دي اكيد لازم اوحشكم فيها. في ناس كتيره منكم سالت عليا الفتره اللي فاتت، بس خلينا عارفين ان انا الايام كانت واخداني على وشي. اي كان انا راجعه لكم بفيديو جديد، مش هتكلم عن تفاصيل كتاب النهارده، ولكن في حاجات انا جبتها فجايه اشارككم بيها. طب جبتي ايه؟ يعني هنعرف في الفيديو. لو خلقك مش طويل معايا النهارده فياريت توسعه شويه، عشان الفتره الجايه هنتكلم في حاجات كتيره جدا، فهيبقى الفيديوهات طويله شويتين. حتى مراجعه الكتاب الجاي مش هيبقى على بارت 1، هيبقى على اكتر من بارت عشان الكتاب دسم شويه. اي كان قبل ما تبدا معايا الفيديو محتاجاك انك تعمل شير ولايك وتسيب لي كومنت لطيف وتكمل معايا الفيديو، ويلا بينا نبدا. اول حاجه عايزه اكلمكم عنها، اكتر حاجه انا مبسوطه بيها الفتره اللي فاتت، هو فكره رسائل ربنا ليك اللي بتجيلك وقت ما تكون في ضغطه. عارف كده لما بتحس ان الدنيا اتدربكت وخلاص مفيش حاجه قادر انك تعملها، دماغك اتشلت عن التفكير، هي اللحظه دي بالظبط اللي بتقرر كده انك تفرد سجاده الصلاه وتصلي وتدعي وتقول يا رب انا مش عارفه اعمل ايه، انا محتاجك تحللي كل حاجه تعباني. يا رب انا مش محتاج منك اكتر من انك تجبر بخاطري، راضيني، خليني حاسس بالرضا. وبمجرد ما بتقوم من على سجادة الصلاة بعدها بتحس فعلا كأن ربنا جبر بخاطرك وطبطب عليك. تنام تصحى تلاقي بعدها الموقف اللي انت كنت خايف منه، قلقان منه، شايل همه، مزعلك، ربنا بيعوضك عنه، بيحللك الموقف ده. اي كان عايزاك دايما تسيبها على ربنا في اي موقف انت بتقابله، في اي ازمه انت بتتعرض لها. بلاش تشيل الهم، بلاش تستنجد بالبشر، صدقني محدش هيفيدك ولا حد هيساعدك غير ربنا عز وجل. فدايما الجأ له، دايما اقعد كده على جنب وناقشه، قول له يا رب انا مش عارف اعمل ايه، حلها لي من عندك. وعايزك وانت بتدعي يبقى كلك يقين ان الحل فعليا هيجيلك من عند ربنا وهيرضيك. خلصنا دردشه مع بعض في جزء مهم كنت عايزه اكلمكم فيه، نيجي للجزء التاني. الفتره اللي فاتت انا كنت واخداها على وشي نظرا لاني عندي شغل على ارض الواقع. ارض الواقع هو دايس على وشي بجد، لاني انا شغلي الايام كلها، ولو ما كنتش بنزله فانا شغاله اونلاين. في اي كان انا نومي متلخبط، فمش عارفه ان انا اصور لكم، وانا دايما بحب ان انا اصور الصبح. بالاضافه ان انا ما بقتش بقرا الاعمال كلها بسرعه، فبالتالي باخد مده عبال ما اخلص الكتاب، نظرا ان برضو الفتره دي انا ما بقراش روايات، انا بقرا كتب تطوير ذات وعلم نفس. فانتظروا مني الفترة الجاية ان شاء الله هقسم لكم اول كتاب انا محتاجة اكلمكم عنه. بالاضافة تعالوا النهاردة بقى اكلمكم عن مجموعة كتب انا جبتها الفترة اللي فاتت. قبل ما اوريكم الكتب اللي انا جبتها الفترة اللي فاتت، عايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا، او اسألكم عن حاجة مهمة جدا. كل واحد فينا لما بيبدأ في حاجة جديدة، سواء مرحلة دراسية معينة، شغلانة جديدة، اي خطوة جديدة، بتأثر على شخصيته وبتعلمه حاجة مختلفة. عايزاكم كده تشاركوني الفترة اللي فاتت، لو نزلت شغلانة جديدة، اتعرفت على ناس جديدة، قعدت في قعدات مختلفة، قولي ايه اكتر حاجة الفترة اللي فاتت اثرت على شخصيتك وطورتك، ويمكن طورتك ازاي. نرجع مرجعنا للكتب اللي انا جبتها. اول كتاب جبته هو كان ترشيح حد عزيز عليا جدا جدا من فترة كبيرة، كان كلمني عن المحتوى بتاع الكتاب ده، وحرفيا انا كنت كل مرة بنزل اشتري كتب كنت بدور على الكتاب ده ما كنتش بلاقيه، فاخيرا لما لقيته قررت ان انا اشتريه. ايه هو بقى الكتاب ده؟ كتاب المدخل لفهم سيكولوجية الإنسان المهزأ. ده يا جماعة أنا كنت متوقعة من شكله كده إن هو صغير، يعني ما يخلص معايا بسرعة. هو فعليا مش كبير، يعني هو 100 صفحة مقارنة بأي عمل قرأته قبل كده، فهو مش كبير فعليا، ولكن الكتاب دسم فيه معلومات كتيرة جدا. ففكرة إن الكتاب دسم ده يخليك أصلا تاخد مدة. يعني بصوا ده الفهرس بتاعه، شايفين المواضيع قد ايه؟ فاللي هو لا انا مش هخلصك بسرعه، لا انا محتاجه ان انا اركز في كل تفصيله فيك عشان استفاد منها، واقدر ان انا اطلع اعمل لكم مراجعه او اكلمكم عن تفاصيل الكتاب. بقى لتاني كتاب جبته، وهو لفتني غلافه جدا اصلا، ولفتني الاسم بتاعه، وهو روايه بنسيون عجب هانم لمنى سلامه. انتوا شايفين تفاصيل الغلاف؟ بصوا تفاصيلها والالوان وتناسقها تخليك كده اللي هو لا انا عايز اقرا كل العمل ده واشوف ايه التفاصيل اللي جواه. عايزه اقول لكم ان ده مش اول عمل اقراه لمنى سلامه، قرات لها قبل كده ثاني اكسيد الحب، بس خلينا عارفين ان انا قراتهم بدري قوي قوي بجد، فانا مش فاكره تفاصيل ثاني اكسيد الحب كانت ايه، بس الروايه دي انا عايزه اقراها عشان الحلاوه بتاعه الغلاف، يعني تفاصيل الغلاف دي شداني قوي. نيجي بقى لثالث عمل انا اشتريته برضو،
وهو لهذا نحب لتامر عبده أمين. تامر عبده أمين أنا قرأت له عمل من قريب واتكلمت معاكم عنه، ولو فاكر انا اتكلمت عن عمل ايه لتامر عبده أمين بتمنى تكتبوا لي في الكومنتات وروني كده انتوا متابعيني صح ولا لا. الروايه دي شدتني بجد لان انا بحب تامر عبده أمين. يا جماعه انا زيكم ما كنتش فاهمه البتاع ده بتعمل ايه يعني، بس حسيت انها يمكن تكون منظر، يعني اكيد مش دي الحاجه اللي هنفصل بيها بين الورق ده، لان مش هينفع اعمل كده، مش هينفع خالص يعني هبهدل الورق، فاكيد دي معموله منظر، اكيد منظر. بس اي كان خلونا نرجع للعمل ده. فانا متحمسه له جدا لان بحب قلم تامر عبده أمين جدا، وكمان العمل ده من اصدار دار عصير الكتب وانا بحب دار عصير الكتب جدا، فيعني خلونا نقول ان انا اشتريت الكتاب ده عشان انا متحمسه جدا لعمل جديد تاني اقراه لتامر عبده أمين. نيجي بقى لرابع كتاب، والكتاب ده اللي انا هكلمكم عنه الفتره الجايه للكاتبه هبه السواح. هبه السواح لو حد قرأ لها قبل كده حاجه، فانا كنت قرأت لها قبل كده سندريلا سيكريت. سندريلا سيكريت انا كنت مستمتعه جدا بقرايتها، وهقول لكم ليه في كلامي عن العمل ده وهو شهرزاد اون فاير. جماعه انا مبسوطه، يعني الغلاف، تفاصيله، اسم العمل، الحوار اللي داير جوه، ومدى توصيلها للفكره، ومدى قدرتها على انها تتخليك تتفاعل معاها كده. يعني انا حرفيا مفيش حته الا وتفاعلت فيها معاها. فعشان كده الكتاب ده يعني انا مش هينفع احكي لكم كل، يعني مش هينفع اعمل مراجعه، احنا هنتكلم عنه في اكتر من بارت، فعايزاكم تكونوا متحمسين ليه جدا لان انا تعبت جدا عشان اجهز لكم المراجعه بتاعته، فعايزاكم تكونوا متحمسين للعمل ده. وكمان كفايه ان هو من قلم هبه. اخر عمل هو انا مستلفاه حرفيا، عشان انا يعني الكتاب ده ترشح لي قبل كده كتير، او مش كتاب، هو روايه ترشح لي كتير قبل كده، بس حسيت له اكيد عليك ضجه وخلاص. بس لما جيت اقراه هو حرفيا يستحق الضجه. لسه ما خلصتوش بس انا متحمسه اوصل للنهايه واشوف باقي الاجزاء منه، وهو روايه ارض زيكولا. انا حاسه ان انا الوحيده اللي ما قراتهاش على الكوكب، بس يا جماعه يعني انا استلفتها كده من بنت خالته وبدات اقرا في العمل ده ومشدوده ان انا اكمل. بس هل انا خلصته؟ لا. هل انا كنت مشدوده من اول ان انا اقراه والناس عماله تحكي لي؟ فلا، هي جت فجاه وعايزه اخلصه وراجعه معاكم برده، فاتمنى ده يخلص قريب. دي كانت الاعمال اللي انا اشتريتها الفتره اللي فاتت او بدات قرايه فيها. في حاجات منهم ما بداتش فيها قرايه، بس متحمسه لكل الاعمال دي، ويا رب تبقى الاعمال دي قد حماسي او قد ثقتي فيها يعني بمعنى اصح. فعايزاكم تشاركوني انتوا الفتره دي بتقراوا ايه، ولو ما بتقراوش كتب ما بتقراوش بقى ليه؟ هل حاصل لكم بلوك ولا انتوا ما بتحبوش القرايه اصلا؟ اي كان يعني شاركوني قولوا لي عاملين ايه الفتره دي، ونتقابل تاني في مراجعه عمل من الاعمال الجديده دي.